هنتمرن امتى في رمضان يا كوتش؟ ده سؤال كل سنه، هنتمرن امتى في رمضان؟ لا، ده في واحد تاني يجي يقول لي عايز اضخم في رمضان، هو ساب ال 11 شهر وزانق نفسه في رمضان، هو اصلا لا ضخم في ال 11 شهر ولا هيضخم في رمضان. اولا انت تتمرن امتى في رمضان دي بناء على طبيعه يومك. يعني لو انت راجل عندك مشاكل صحيه، بتشتغل بالنهار، بتعمل مجهود بدني مثلا بالنهار، واقف في الشمس طول النهار، ما ينفعش تتمرن قبل الفطار اطلاقا، لانك بتعمل نشاط حركي بتستهلك فيه كميه طاقه من جسمك، فده يخليك تستنفذ كل الطاقه اللي في جسمك في الفتره بتاعه الشغل، فما ينفعش تيجي تتمرن بقى الساعه 4 5 هتقع عضلات. حلو الكلام؟ تمام كده؟ ما هتضخم فين؟ انت ضخمت قبل رمضان عشان انت هتصيع عليا. يعني انت ضخمت في ال 11 شهر عشان تيجي تضخم في رمضان؟ انسى موضوع التضخيم ده. ليه بقى موضوع التضخيم ده مش هينفع؟ لانك انت اصلا قاعد 14 ساعه صايم، فهتيجي في 8 ساعات تحط كميه الاكل اللي انت ما كنتش عارف قبل رمضان تحطها. يعني انت كنت بتشتكي لي مثلا، او واحد عايز ضخم بيشتكي لي ان هو مش عارف ياكل ال5 وجبات بتوعه في 16 ساعه، هيجي ياكلهم بقى في 8 ساعات؟ مستحيل. فما تضخمش في رمضان يا سيدي، ضخم في يوم شهر تاني. حلو الكلام؟ لكن ينفع تعمل ايه؟ تنشف في رمضان، تحافظ على اللي انت عملته في رمضان، تخس في رمضان. تتمرن امتى في رمضان؟ لو انت ما عندكش نشاط حركي، ما عندكش اي مشاكل صحيه تستدعي، يبقى هتتمرن قبل الفطار. لو راجل شغال وبتتعرض للشمس وعندك شويه مشاكل صحيه، او عندك ضغط، او عندك سكر، او عندك مشاكل في القلب، تتمرن بعد الفطار، تاكل حاجه خفيفه، تنزل تتمرن، ترجع تاكل وجبه بعد الفطار وتكمل ايه؟ يومك. بس ينفع تتمرن قبل الفطار لو هدفك تخس، وده هتكون فرصه حلوه جدا. بس الكلام ده لو انت مأنتخ في البيت، لو انت ما بتعملش نشاط حركي، لانك هيكون عندك طاقه تتمرن وتروح تاكل، فاهمني؟ وخصوصا ان الجسم ما فيهوش كميه كربوهيدرات، او ما فيهوش مصدر للطاقه، فبالتالي هياخد من مخزون الدهون كمصدر طاقه اولي، فده هيساعدك انك تنزل كويس دهون جدا. تمام؟ لكن لو انت عندك مشاكل، اسمع الكلام، لو انت عندك مشاكل صحيه، عندك نشاط حركي عالي، شغال بالنهار، بتتعرض للشمس كتير بالنهار، فبتفقد سوائل على اساسها، فما تنفعش تتمرن فين؟ قبل الفطار. هتمرن امتى قبل الفطار؟ في حاله واحده، لو انا راجل مأنتخ نايم، اصحى الساعه 4 كده، اروح اخبط تمرينه اللذيذه واجي افطر ويومي لذيذ. طب انا مش عارف اتمرن بسبب الحاجات اللي قلتها دي، يبقى تتمرن امتى؟ بعد الفطار. تاكل اكله خفيفه عشان بطنك لو اتملت وهتهمد وتحس بالهبوط ومش هتقدر تعمل حاجه تاني. بعد الفطار هتاكل نص وجبتك، لانك هتكون ملتزم بدايت، فاهمني؟ تاكل نص وجبتك وبعد كده تنزل تتمرن عادي خالص، او تصلي وتتمرن، وبعد كده تحس انك خفيف، ترجع بقى تاكل ايه؟ بقيه وجباتك عادي اللي محطوطه لك او اللي متقسمه لك على مدار اليوم. بس اي كلام تاني بقى، وجب تضخم في رمضان، وجب مش عارف ايه وبتاع، الكلام ده مش